تيار صامت يتحول في لحظة إلى فاجعة. عشرات الضحايا يفقدهم نهر دجلة سنويا في صلاح الدين، والسبب ليس جهلا بالخطر بل غياب البديل، فقلة المرافق السياحية وندرة المسابح الحكومية تجعل من ضفاف النهر الملجأ الوحيد لشباب وعوائل المحافظة. كل سنة ننطي عشرات ضحايا غرق في الأماكن التي يعني نسميها سياحية، ولكن هي تفتقر لكل معالم السياحة. اليوم على ضفاف نهر دجلة المواطنين يفتقرون لأماكن سياحية. اليوم نطالب الجهات المعنية والجهات الحكومية بالتدخل لوضع الحلول لهذه المشاكل. اليوم جميع يعلم أن الصيف حار جدا في العراق، وأين يتجه الشباب وأين تتجه العوائل إذا لم تتجه نحو نهر دجلة وضفاف النهر؟ لذلك يجب أن تكون هناك حلول جذرية لهذه المشاكل. افتتحنا هذا الموسم بغرق 10 أشخاص يوم أمس، لذلك يجب أن يكون هناك تدخل فوري لحل هذه المشكلة. وفي ظل هذا النقص يلجأ الكثير من الشباب للسباحة في أماكن عميقة وخطرة هربا من حر الصيف، مطالبين الجهات المعنية بافتتاح أماكن مخصصة للسباحة أو إنشاء مسابح حكومية للحد من حالات الغرق ولتدريب الشباب على السباحة. ما نشاهده كل عام من حالات غرق هو مؤشر خطير على حجم الأسى والألم التي تواجهه العوائل من فقدان أبنائها. بالسنوات الأخيرة تزايدت حالات الغرق في العراق بشكل عام، وفي مدينة سامراء بشكل خاص. في مدينة سامراء تزايدت عدد حالات الغرق نتيجة لإغلاق أماكن السباحة والاستجمام مثل نهر سامراء بشكل عام ونهر الكتن المسمى. هذا تأتي حالات الغرق بسبب الجهل أماكن السباحة اللي يسبحون بها بعض الشباب. التقصير الحكومي للأمانة في عدم وجود مسابح حكومية أدى إلى عزوف بعض الشباب عن التوجه إلى تعلم السباحة. اتفقنا ويا الشرطة النهرية، فتحنا الشط 6 سنوات 6 مواسم، الحمد لله ما انطينا أي حالة غرق بتعاون، يعني بس مجرد إن يعني يفتح مكان ترفيه للناس متنفس. بس هذا المكان أنا هسه أقول لك يعني أخطر مكان حاليا في نهر دجلة. لازم أكو أماكن تنفتح، مثلا الشط القديم، وعندك الكتن، عندك بحيرة الثرثار. رغم خطورة السباحة وتكرار التحذيرات في نهر دجلة، إلا أنه يبقى المتنفس الوحيد للأهالي هربا من لهيب الصيف، فعشرات الضحايا يبتلعهم هذا النهر سنويا، والحلول ما زالت غائبة.